بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كيف ترجو مقامك الأولياء وانتهاء لهم لديك ابتداء؟ كيف ترجو مقامك الأولياء وانتهاء لهم لديك ابتداء؟ كلهم يصطمد من بحر فضل لك أعطاك فاعل ما يشاء. قيل فيكم ما لابن داود هذا لك منا فمن أوامسك عطاء. كل سر وكل نور لديهم وهم لهم صنوا وصناء. موجة منك يا لبحر محيط من محيط وهم إليه دلاء. قد شقوا للأنام سلسل أضب من هو الفخر عندكم والصناء. هل ترى للسراب جنب الثريا منزلا أو له إليه انطماء؟ لا وكلا فالفرق بينهم هم لبابه خدماء. وكفاهم فخرا أتم وأعلى أنهم أهل سره الأمناء. شمس فضل وهم نجوم تجلت من سعاء لا به الأضواء. خصه ربه قديما مقاما خاتما ينتهي إليه العلاء. فاد فضلا وجاد للخلق وبلا ليس يحصي من طله إعصاء. فاعل ما يشاء شاء قديما كونه سابقا وهم زملاء. وغوض الأخواز قطب رحاهم أبد الدار هم له وزراء. ابن عباس لنا وهو عين العيون مكتوم عين عاين العين عينه العيناء. فله الاسم من سواه لديه لقب وهو عينه النجلاء. لم يكن طيب شيء ذاتا كالطيب عارض للصفات ليس السواء. ما سوى الانفراد يأباه حكما سن واجمع من غير ما تشاء. غير ذي الفضل لا يكاد يرى الفضل لذي الفضل عينه عمياء. خل عنك المرطاب أو له ضرا فبالإسماء للعصم عناء. ولأعمى البصير أنكر عذر لجمال يصبو له البصراء. كل ناس لما له من نصيب لأخي العذر والبليم السواء. ابن عباس لنا هل ترى لا لعالم من جول نسبة غير ما به البغضاء؟ كيف لا والشقي ليس بحال يرتدي مرتضى به الصعباء. كيف لا والشقي ليس بحال يرتدي مرتضى به السعداء. شيخنا أحمد بن أحمد حقا صاحب الختم قوم الحنفاء. شرفت أمة تقطب فيهم مصدر الكل كله الاصطفاء. سيد أحمد التجاني موي عين العيون عين عينا
حيث لا للعيون عين وماء فولي له بها أي علم قبل ذا الكون غيره لا يجاء ابن عباس لنا تم فضل الإله من بعد فضل فيه فالمن دأبه والعطاء سابق الكل والمجل اصطفاء واتباء ما كاصطفاء واصطفاء ابن عباس لنا من ترى عين البصيرة غيبا من غيوب دأبا عليها غطاء إنما جاء ليعرف الكون منه ظاهر إخفاء ابن عباس لنا كلا عن درك عسر ما فيه أدنى كل عقل هو الخلق فيه صواء فإذا الحق جل ربا إلها كتم الشيء جل فيه الخفاء فسعيد من الورى ليس يشقى عبدا من به له إغراء كل أمر تراه في الكون يجري صادق فيما عليه القضاء ابن عباس لنا جفت الصف والقلام قديما رفعت لا يرد منه قضاء جفت الصحف والقلام قديما رفعت لا يرد منه قضاء ربنا شاء أن أكون قديما رقباب له حليف الهناء رب إني وفيك ظني جميل وجميل الظنون فيك صراء أرتجي منك منه صحبة ذل شاغذا لا يمل منه اللقاء ابن عباس لنا والصحيح الإسناد منه كفاه شرفا عز نيلهم انتماء سيد الأولياء أصل هداهم فاعتقد فيه أنه الكيمياء واعتقد فيه أنه الكنز أعظم رطبا ما وراءهن وراء هكذا أخبر النبي فصدق من يرد فيه حل فيه سقاء إنما الفضل فضل ذي الفضل والإكرام من شاء يعطيه ما يشاء ابن عباس لنا والشقي المحروم منه عياذي بالعلي العظيم منه براء قسم الخلق فرقتين فريق سعداء وغيرهم أشقياء ابن عباس المينا فاخو السعد حظه الفضل والخير من العدل ما به الإسخياء فأخو السعد حظه الفضل والخير من العدل ما به الإسقاء أحمد من محمد كان حمدا لقديم عنت له القدماء ورث السر ختم بكتم عضلا منه ليس فيه امتراء شيخ سيدي أحمد التجاني مهم مظهر الحق للرسول بحق حقه لم يحده منه سناء كيف والحق ربنا قد قضى عنه وهو المكتوم وهو الخفاء سيدي أحمد التجاني فانتسب واغتبت إليه بحظ كر عنه الأقطاب والبدلاء كل أصحابي لأحمد صحب وتلاميذ له فقراء كلهم آمنون بكل هول يوم ينصى أبناء الآباء يوم يدعو الإله كل أناس بإمام له وهم براء لو رأوا ما لهم أكابر الأقطاب استقالوا وسط القصى الأنسباء كل
فضل تراه من أهل فضل فضلة الفضل عندهم ولحاء سيد أحمد التجاني بلغوا منتهى العلو على أن فسماء ما طاولت سماء فلك الحمد ربنا من قديم لقديم تعظى به القدماء ابن عباس لنا ولك الحمد من قديم لأبد مستقيم راد له الإرضاء ابن عباس لنا ولك الحمد من ذليل ضعيف عظمت عنده لك الآلاء وكذا كل حمد عبد لعبد لك يا من من فضله الفضلاء ليس يحصي مسلم ثناءك يوما أو كما أنت منك فيك الصناء وعلى قدر ما به ترتديه من صفات تعلو بها الأسماء وعلى قدر ما به لك علم من علو يا من له الكبرياء وعلى قدر ما تعاليت مدا وتقصدست لا ابتداء انتهاء وعلى قدر ما لديك وكم تشهد منه العقول والأنباء ابن عباس لنا من كمال سبحانه في جلال من جلال حارت به العقلاء وعلى قدر ما تعاظمت غيبا وتنزهت شاهدا ما تشاء ابن عباس لنا وعلى قدر ما يفوت عقولا وعيونا لك الصنا والبهاء وعلى قدر ما مننت بجود من وجود قامت به الأشياء وعلى قدر ما بي أنت فيه سمدا من غنى ومنك الغناء وعلى قدر سر أحمد طه نورك الحق من به الاستداء سيدي أحمد التجاني وعلى قدر ما تصلي عليه حيث لا العرض لا الهوى لا السماء حيث لا عين لا ولا كيف إلا ذات ربي وفي العمى استواء ابن عباس لنا سيدي أحمد التجاني بصلاة جعلته ربي منها عنصر الكون إذ به الابتداء شيخ موي فاتحا خادما وناصر حق كان بالحق من به الاهتداء وعلى قدر آله حق قدر ومقدار أتاك نداء من غريق لبحر ذنب محيط كل أنحاء ذاته منه ماء بالنبي الأمي أحمد أرمي غرد الفوز لا يخيب رجاء بالبطول الزهراء زهرة قلبي هي للبدر بدعة زهراء وبسبتين صيدي كل نب حسني أكرم الورى للتجاء ابن عباس لنا وبعمين حمزة نعم والعباس والآل كلهم لي شفاء وبأصحاب الكرام وفيهم أهل بدر وفيهم الخلفاء وبذي الختم ذي المقام المعلى من له تاج في العلا واللواء شيخنا أحمد التجاني شيخنا أحمد التجاني إمام الأولياء نورهم به يصطداء شيخنا أحمد التجاني إمام الأولياء نورهم به يصطداء شيخنا أحمد التجاني إمام الأولياء
به يصطدى سيدي أحمد التجاني ابن عباس لنا يا شيخنا أحمد التجاني إمام الأولياء نورهم به يصطدى فرد الله دام أنه وأنهم ما حباهم بالفضل نعم الحباء فلك المنة العظيمة فينا ولك الشكر دائما والصناء رب إنا لباب فضلك جئنا مشتغيشين لا يرد دعاء يلا أسأل الله جل ربا كريما ورحيما ليس يحصى منه عطاء ابن عباس لنا أنت ربي فنعم ربي حسبي وأنا العبد مجرم خطاء هاك لي ربنا يدا لك مدد أرتجي الفضل لا يضاع ارتجاء لتقابل لدي نهر الخطايا بعد عفو ضاقت به الأرجاء منك فضلا ومنة مغرقا بي لججا منه تنمحي الأصواء أدخلني دوائر الفضل حتى لا أردد حولي البأشاء واحملني على جناح للطف وعلى ما بي لديك الرضاء واخصني مواهبا وعطايا من يد الختم من به الازدهاء سيدي أحمد التجاني ابن عباس الفيض والمفيد بحورا أسقيت من فيودها الأنواع كل نفسي قلبي وعقلي وروحي لك أهديت نعمة الاهتداء علم نفحة تهب لديكم من صداء دوى الأرجاء فاح يوما نصيمها لقليب ملؤه حبكم وفيك الفناء أو عسى الله أن يمن بفتح أو بأمر من عنده الانجلاء سيدي أحمد التجاني بزغت شمسه فحمدياها فانجلى من شعائها السلماء دأب كأف وكوفة منك نيلا نفي فقر وكم بها إغناء سيدي أحمد التجاني ابن عباس لنا كسف الحجاب من كل رين عن قلوب يصين والإغشاء ليس يلفى ولا يكاد بحال خاطري في سواك أنت الخزاء إن رأينا فلا نرى في البرايا غيركم عين غيركم وسواء أو سمعنا فمنك أو نتكلم فلك النطق كله إجراء فبأهدي لكم حرام علينا ما سواكم هل في سواكم خناء لا وكلا فالأمر لله حقا وله من عباده خلفاء خالهم بين خلقه واصطفاهم فيهم الرسل فيهم الأنبياء وأولو العزم فيهم ثم منهم خاتم تنتهي به الأنباء شمس فضل على سماء علاهم فاستنارت بنورها البحاء ولكل منهم كما شاء ربي وارث في الهدى هم الأولياء شيخنا التجاني ابن عباس لنا فبهذا لوارث الشمس فضل صابت بينهم وهم شهداء هل ممد من المحيط صاوي مستمدا فأين منه الإضاء ليس يوما يسقي وليا سواه
من لدن آدم فنعم الجداء إن غدا جاهل يعاند قولي قله والطريق فيها الجزاء هاك مني قلبا إليك مشوقا ليس يرجاه له سواك الدواء ابن عباس لنا هاك مني قلبا إليك مشوقا ليس يرجى له سواك دواء أسرته الدنيا الدنيا حاطت كل أنحاء قلبه أهواء ابن عباس لنا أسرته الدنيا الدنيا حاطت كل أنحاء قلبه أهواء طالما في يد العدو عصيرا مصطداما مكبلا لا فداء لعبت بي أيدي العدا فتوالت دون حد غارات والشأواء لعبت بي أيدي العدا فتوالت دون حد غارات والشأواء ابن عباس لنا فك أصري وطهر القلب مني من دنايا العدنا لها الإقصاء واسقه سقي قادر من محيط صاحل منه لا له استقصاء واملئ الكأس ما يكافيك قدرا لم يماثله في السقاء إناء وتعتف علي عطفة قلب راحم زادنا به إشفاء ابن عباس لنا واكشف الحجب عنه كشف شموث داجي الليل ما عليها غطاء ولأنت المرجو من حمل عبء كلا عن حمل بعده الأقوياء طاب في طابة بتفشش مدحي حامدا أحمدا له الإملاء ابن عباس لنا تاب في طابة بتفشش مدحي حامدا أحمدا له الإملاء صل ربي على النبي وسلم بصلاة تجلى بها الأشياء وعلى الآل صحبه وخصوصا خاتما منه يختم الأولياء وعلى الآل صحبه وخصوصا خاتما منه يختم الأولياء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.